لما على اخر حاجه للتابلت كان واصلين ل 60,000 داونلود، واصلين انها كل حاجه فيها اتقرت 2 مليون مره. طبعا انا بقول الارقام دي وما بقاش مستوعبه ازاي بيحصلوها، لكن هو دي التقارير والحاجات اللي بتجيلنا من ابل وكده، يعني حاجات بتبقى موثقه مش كلام بقوله يعني. هنتكلم بقى شويه عن المجانين ومين هم المجانين اللي بداوا القصه دي كلها. يعني بالصدفه انه اول حد هي حنان الفراشي، لان هي اللي رسمت المجانين، فهي اللي اتشقلبت دي قدام. فنتكلم عن المجانين. انا لما فكرنا ان احنا نعمل مجنون الحقيقه، انا وهاني وكنا قاعدين في دبي بنتكلم، فقلت له يعني لازم الموضوع ده عشان نبتديه نجيب رواد الكوميكس في العالم العربي، واحنا وعندنا يعني مش عارفه اقول ايه، يعني ازاي لغايه النهارده ما كانش في حد بيلتفت ان احنا عندنا استاذ فواز واستاذ معلوف والله يرحمه الفنان هاني المصري. فالحقيقه ان اجتمعت بيهم كلهم الثلاثه، واكتشفت انه بالنسبه للاستاذ فواز والاستاذ معلوف انه عمل على غرار مجله ماد ان ده حلم بيحلموا بيه ان هم يعملوه من زمان قوي. فالاثنين يعني بطريقه فعلا ما كانش فيها تفكير كتير قبلوا ان هم يخشوا في العمل ده بدون اي حسابات. رغم ان استاذ معلوف يعني لازم كان بقاله فتره طويله جدا بعيد عن الكوميكس ومن الناس اللي هي بتحسب كل خطوتها، لكن استاذ فواز هو عاشق للكوميكس، فانه هو يعمل حاجه يسيب نفسه فيها يرسم من جديد شيء بكل حريه بدون اي تحديد ولا قيود حواليه، فكان مستمتع. يعني هو بالنسبه له الكوميكس ده عشقه الاول والاخير يعني، ودي الحمد لله في مصلحتنا، لانه معظم الفنانين بيبتدوا رسم كوميكس حتى منهم الشباب والجيل الوسط نفسهم بيتقطع في النص بسرعه قوي، يعني صح ويبتدوا يبقوا يعني الاغلب في شغلهم illustration، حاجه خفيفه حاجه بسيطه، وده بلاقيه يعني من الفنانين اللي معانا معظمهم لا اديني كذا بلاش كوميكس. يعني الفنانين اللي بيرموا نفسهم في الكوميكس استاذ فواز اديله، يعني بيجيب العمل الصعب التقيل قوي اللي مليان الكادر بتاعه مليان تفاصيل وحاجات دقيقه، وما شاء الله الله اكبر، يعني ربنا يديم عليه الموهبه دي والصبر والاناه ويفضل يدينا ويمتعنا بالكوميكس. عايزه اقول بقى ان احنا وصلنا للفنان الله يرحمه هاني المصري، ودي كلمه من الكلام اللي كان يمكن الشباب اللي تابعوه على الفيسبوك هتلاقوا كلام كتير جدا من حكمه ومن ارائه، وانا مش في مجال ان انا احكي عنه للي ما يعرفوش. اللي ما يعرفوش ممكن يدور على هاني المصري على الفيسبوك، لانه هو توفى قريب جدا والصفحه بتاعته اعتبرت كنوع من المزار الاندرمان بالهاني المصري. فيا ريت يعني اللي عايز يستفيد فعلا يخش ويشوفها ويقرا للراجل ده، هو رسام كبير وفنان كبير، ومش هقول اكتر من كده في الوقت ده لانه ده مش المجال، لكن انا عايزه اتكلم عليه وافتكر ان هو رغم ان هو ما كتبش معانا وما رسمش معانا، وكنا كل ما بطلب منه حاجه انه هيعملها لا 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 هعمل هشتغل هعمل لكم في مجنون حاضر، طب مش هرسم لكن ممكن اكتب لكم حاجه. كل ما كنت اديله فكره اقول له طب ايه رايك نعمل فكره لوحه، اشوف بيكتب ايه في الفيسبوك واقترح عليه فكره لا لا دي هايله جدا، لا ده انا هعملها خلاص، بس اديني في وقت افكر وهندس كده واقول لك نعملها ازاي. وكان يحضر معانا وموجود معانا في اجتماعاتنا، الفنانين بيقدموا له شغلهم بيقول لهم رايه فيه. يعني مش عارفه اقول ايه، يعني ممكن تقول يعني كانه الاب الروحي لمجله مجنون، من فرحته بينا وتواجده باستمرار، ورغم ان هو ما حطش اي عمل ليه في المجله. ولغايه اخر وقت قبل ما يتوفى بحاجه بسيطه كان هو له كلام بيكتبه بافكار اسمها التفكير بالمصري. فيمكن اخر رساله بيني وبينه كنت بعت قلت له يا هاني يا ريت، هو طبعا ما كانش بيحب حد يقول له غير يا هاني، يعني انا مش نوع من التجاوز.
يا هادي انت قلت هتكتب معانا وهترسم معانا. الموضوع ده رائع ونفسي تقدم يعني يستفيد منه الشباب، ان ازاي التفكير بالمصري. هو ادى كذا مثال من حياته انه مشاكل مرت عليه كفنان وكمصمم ديكور مسرحي وفي كل حياته. ازاي التفكير بالمصري خلاه يحل المشاكل دي. فانا حسيت انها نوع من طريقه التفكير، والمقالات اللي كاتبها ملهمه جدا ولازم انها تتقال. فقال لي بس هي خارج سياق مجنون. طيب خليني اشوف ازاي ممكن اكتبها بطريقه توصل وتبقى من ضمن روح مجنون. ويعني عايزه اقول ايه، للاسف ما لحقناش الكلام ده، والله اعلم هو كان برضه بيقول لي كده زي الطريقه بتاعته اللي هو بيطبطب عليا ويقول لي حاضر هكتب وغلاوتك لا اكتب وبتاع، ولا فعلا كان ناوي يعمل كده. عموما الله يرحمه. وهنتكلم بقى على بعد كده بقيه المعتز. عايزه اقول لمجنون عن مجنون انه كان له الفضل بالنسبه للاستاذ بشير معلوف، اللي هو صعب جدا 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 ان احنا نقنعه انه يشتغل تاني كوميكس. معرفش هو يعني ايه اللي زعله من الكوميكس، رغم ان هو شهرته وجماله وحب الشباب ليه كان من الكوميكس ومن سلسله اوسكار. ففعلا وساب الكوميكس بقاله فتره طويله جدا، وابتدى يعني تحول للفن التشكيلي وبيشتغل تشكيلي. فكانت مجنون رجوع بسيط وسريع الاستاذ معلوف. واحنا من ساعتها يعني هو قدم معانا في اول عددين للتابلت، ومن ساعتها احنا بقى في مفاوضات، او انا يعني عشان انا معروف عني ان نفسي طويل شويه وبستقصد الفنانين اللي عندنا رواد، بيصعب عليا قوي ان هم اعمالهم ما تتقدمش. فتقريبا يعني يمكن كل شهر ليا مكالمه مع استاذ معلوف، ها يلا بقى فين هتدينا المره دي لا 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 حاضر حاضر حاضر. ومعروف عن الاستاذ معلوف ان